القديمة لمدينة بوخارست عاصمة رومانيا. خليكم معي وتابعوا الفيديو وإن شاء الله يعجبكم. لا تنسوا اللايكات والتعليقات الحلوة مثلكم. كان انطلاق رحلتي من مطار دورتموند، وتكلفة تيكت الطيران 200 يورو ذهاب وإياب، وعادة بيبدأ سعر التيكت 110 يورو عن طريق شركة ويز للطيران. وهون المدينة القديمة أو كما تعرف بالأولد تاون. المنطقة كتير حلوة وفيها كتير كافيهات، فيها كتير شيشة بار وكتير حلوة وخرج السهر. منطقة الأولد تاون في بوخارست عاصمة رومانيا هي واحدة من أكثر المناطق السياحية وحيوية وجذبا للسياح في المدينة، وتمثل القلب التاريخي والثقافي لها. نبذة تاريخية عن المدينة: هي أقدم جزء في بوخارست، ويعتقد أن تاريخها يعود إلى القرن الخامس عشر. كانت في الماضي مركز التجارة والحياة الاجتماعية، حيث كانت تضم أهم الأسواق والكنائس والمباني الحكومية. تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية بفترة الحكم الشيوعي، لكن تمت إعادة ترميمها بشكل كبير بعد عام 2000. المنطقة مشهورة بالحياة الليلية النشطة، وتضم العديد من البارات والملاهي والمقاهي العصرية. يمكنكم تذوق الأكلات الشعبية والأكلات التقليدية في رومانيا. المنطقة تضم العديد من المتاجر الصغيرة التي تبيع التحف والهدايا التذكارية والملابس المصممة محليا والكتب والفنون. المنطقة آمنة نسبيا، لكن ينصح بتوخي الحذر من الحرامية والنشالين، خاصة في أوقات الازدحام. الواحد وين ما مشي ببوخارست بلاقي أبنية تاريخية وأبنية حكومية كتير حلو التصميم تبعيتها. بوخارست في كتير مطاعم تركية ومطاعم عربية وأكلهم كتير طيب على هو ما شفت أنا، بس هلأ رايح أجرب. هذا المطعم تركي صاير بالسوق بالمدينة القديمة الأولد تاون، كتير حلو. هلا بحط لكم عنوانه إذا حبيتوا تيجوا تاكلوا عنده. أكلوا على هو ما سمعنا طيب، وهلأ راح نجرب كمان. وشوفوا كتير القعدة حلوة ورايقة، والديكور كتير متعوب عليه، مثل ما شايفين الإضاءة والورد، يعني المكان كتير متعوب عليه. Enjoy and bread now. أول شي طلبنا المقبلات، هي الشوربة أجت. Thank you. Hot bread, enjoy. هذا الخبز تازة، طلعوه.
هذا قصر CAK، المقر الرسمي الحالي لبنك CAK الذي تأسس عام 1864. البناء اللي وراي اتحاد المسرح، وعلى الصدفة كان جنب الأوتيل يلي أنا نازل فيه، والأوتيل يلي نازل فيه كتير حلو وصاير بشارع الثورة يلي هو بوسط مدينة بوخارست. لك هاي الشارع الرئيسي، هاي الأوتيل وراي. طبعا رح أخذكم جولة بالأوتيل وارجيكم إياه من جوا من الداخل. الغرف كتير حلوة ونظيفة ورخيصة. إذا جيتوا على بوخارست احجزوا بهذا الأوتيل. رح أترك لكم العنوان بالوصف، بصندوق الوصف. شوفوا وإن شاء الله بيعجبكم. حتى فوتوا شوفوا الصور كمان الموجودة جوا، والصور المنزلة الأوتيل كمان كتير حلوة والخدمة كتير ممتازة. وخليكم معي هلأ ورح ورجيكم الأوتيل من جوا. هي الأوتيل، رح ندخل لجوا. هون يلي استأجر سيارة في نصف كمان جوا. هي الأوتيل. هي الواحد أول ما بفوت على الأوتيل هي الأسانسير. هون في قعدات. هون الريسبشن. هون برا الزاوية كمان في كافيتيريا كتير حلوة. فينكم كمان تاكلوا بوظة فيها أو كيك. فيها كتير شغلات حلوة. أنا ورجيتكم الأوتيل كتير حلو ومميز صار ببوخارست، ولقيته أنا أفضل من كتير أوتيلات تانية. هلا هون نازلين على المسبح بالأوتيل. طبعا كتير حلو المسبح هون. رح صور لكم إياه، اشرح لكم عليه. أول ما بتنزلوا على المسبح في قسم لتغيير الملابس، قسم للنساء وقسم للرجال. أول ما فت من هون كان في خزانات الواحد يحط ملابسه، وفينكم تحطوا كلمة سر إلها للخزانة مشان ما ينسرقوا. وهون قسم الرياضة، فينكم تنزلوا ايمت ما حبيتوا تعملوا رياضة. وهون المسبح، إذا نزلتوا على المسبح فينكم تاخدوا مناشف، موجود مكان للشاور بعد السباحة. هون حطينا المشاريب وقعدنا. المسبح كتير حلو ورايق وميته كتير نظيفة ومعقمة. وهون الجاكوزي، جاكوزي ميته كتير سخنة وضغطه كتير قوي. وهي غرفة الساونا. طبعا الساونا من ضمن قسم المسبح، ما قدرت فوت بالكاميرا لأنه كتير كانت الحرارة عالية. هي المسبح من تاني طرف حبيت صور لكم إياه. هاي الكافيتيريا يلي تابعة للأوتيل كتير حلوة، بتجنن. والديكور كتير حلو فيها. هي الكافتيريا التابعة للأوتيل، فيها تشكيلة واسعة من الحلويات، كان كتير الطعم مميز عندهم. وصلت طلبيتنا ورح نورجيكم اياها. من الشغلات الحلوة ببوخارست رشاشات المية اللي شايفينها وراي. فكرتها كتير حلوة، بما انه الجو شوب والبلد كتير شوب، حاطين وين ما مشيتوا بالشوارع من هاي البخاخات بتطلع رذاذ مي هيك كتير حلو. ويعني بتنعش الواحد اذا كان مشوب، وبتشتغل على الطاقة الشمسية. يعني فكرتهم كتير حلوة. شوفوا رح صور لكم اياها عن قريب كيف، بس ما رح دخل الكاميرا معي لانه خايف تأثر على الكاميرا. مثل ما انكم شايفين كيف الرذاذ هيك بيجي على الواحد كتير حلوة. ايه برودة بتجنن، عن جد البرودة بتجنن. هاي هون على الطاقة الشمسية، هاي الرذاذ بيطلع من هدول. ما بعرف اذا واضح عليكم او لا.
كيف الرذاذ عم يطلع. من الشغلات الحلوة كمان ببوخارست هي شايفينها وراي، هي الخضرة، هي اللي معه مسكليت وحابب ينفخ المسكليت دولابه منفس أو فاضي من الهواء أو صار معه عطل، هون بيجي بيقيس ضغط الهواء تبعيته وبياخد منفك وبيصلح المسكليت إذا بده. بنصحكم تستخدموا الأوبر للمواصلات لأنه رخيص برومانيا نوعا ما. هلا في مول رايحة عليه كتير حلو. طبعا السيارة هون هي أول مرة بطلع بسيارة حديثة هون، لأنه البلد فيها سيارات كتير تعبانة وبنفس الوقت فيها سيارات كتير حديثة. هلا جينا على المول اسمه ميجا مال. المول فيه كتير ماركات عالمية ومطاعم مشهورة، ويعتبر من المولات التسوق الأكبر في رومانيا. طابق الألعاب كتير حلو، وفي كمان ألعاب للكبار وألعاب للصغار مثل بولينج، طابة، سيارات، أتاري 4K، في كتير ألعاب، وال3D في سينما كمان 3D، وفي 9D كمان، كتير حلو. وبالرحلات أنا بفضل كتير ماكدونالدز، يعني ما بحسه أطيب شيء إذا فت على مول أو هيك، يعني ما بحب جرب أكلات جديدة، ما بكون بعرف. هذا الشارع كتير حلو، الشارع كلياته مظلات ومطاعم، ما بعرف إذا مبينين عليكم، كتير حلو الشارع خرج القعدة. شارع جميل وهادي ومشهور، وبتلاقوا كتير صور بالانستغرام، وفي كافيتريات ومطاعم. وهذه اللي وراي النصب التذكاري في مدينة بوخارست، وهي الساحة هون ساحة الثورة. هذا النصب التذكاري تم تشييده في عام 1989 تكريما لشهداء الثورة في مدينة بوخارست. وهذا النصب التذكاري يلي وراي للملك كارول الأول، عاملينه هون بساحة الثورة، بجسد القيادة تبعية الملك، ليكم ما أحلى، صار قدام البناء الرئيسي بساحة الثورة. الجو كتير شوب بوخارست، يلي بيجي لهون لازم يجيب معه أهم شغلة واقي شمسي، أو دغري يشتري واقي شمسي. بوخارست في شغلة حلوة بالشارع الرئيسي، يوم السبت ويوم الأحد بيتسكر كلياته مشان المشاة تمر، وما بتمرق لا سيارات ولا مسكليتات، والشرطة واقفة بأول شارع دائما مشان إذا حدا إجا على المسكليت أو سكوتر. يعني هلأ في وراي شاب راح على سكوتر، هلأ بيستلموا الشرطة بآخر الشارع. المسرح الروماني في بوخارست رمز الثقافة في رومانيا، ويقع في وسط بوخارست قرب ميدان جورج أنيسكو ومتحف الفن الوطني ومكتبة الجامعة المركزية. تأسس لجمعية الثقافة والعلم عام 1865، وأقيم على تصميم المعماري الفرنسي أليبير غاليريون بدعم من نخبة من المعماريين الرومانيين مثل أيون مينكو وأيون سوليسكو. تم تدشينه في فبراير عام 1888، وبعدها استمر العمل حتى عام 1897 بتمويل شعبي جمع عبر حملة حملت شعارا شهيرا: تبرع بليو واحد للأسينيوم.
هي أنا من عند البرلمان الروماني في مدينة بوخارست. هذا البناء الخلفي أكبر ثاني بناء حكومي بالعالم بعد البنتاغون. الأجواء كتير حلوة والبناء كتير حلو. البناء كبير كتير، ما أقدر تفوت عليه لأنه مسكر هلأ، فراح أحط لكم صور منه ومن قلبه إذا حبيتوا تجوا. هي هون الساحة وراي، وتطلعوا من هون من البناء بتمشوا هون في نوافير كتير حلوة. ما بعرف انتم بتقولوا نوافير أو بحرة أو هيك عرض مائي موجود هون وراي. لهون بكون خلص الفيديو. بتمنى يكون نال إعجابكم، وأي سؤال بتحبوا تسألوني إياه فيكن تكتبوه بالتعليقات وأكيد رح جاوبكم. بتمنى منكم مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لحتى أستمر ونزل لكم فيديوهات حلوة. اكتبوا لي بالتعليقات أني مدينة حابين صور لكم وتعرفوا معلومات عنها. دمتم بخير، في أمان الله.